طبعا مش محتاجه اقول لكم ان الاجازه خلاص بتخلص واحنا قاعدين في بيتنا مأنتخين، ما عملناش فلوس، ما اشتغلناش، ما بدأناش نطور من نفسنا. فانا جايه النهارده عشان اقول لك ازاي تلحق نفسك وتعمل فلوس. طبعا احنا دلوقتي داخلين على موسم بقى تقديم جامعات، داخلين على موسم دروس، داخلين على موسم بدايه دروس ثالثه ثانوي وثالثه اعدادي، بدايه الشهاده. طبعا كلنا محتاجين لبس جديد ومحتاجين ان احنا نشتري لنفسنا منتجات جديده، اكيد داخلين على سن جديد وسن مراهقه، ومحتاجين ان احنا نخرج نعمل بقى اصحاب جديده ونروح معاهم اماكن جديده، محتاجين مصاريف المواصلات، محتاجين مصاريف الميك اب، السكين كير، الصن بلوك بتاع الشمس، الشتاء بقى واسعاره الغاليه. كل ده انا جايه النهارده اكلمكم عشان اقول لكم ازاي تعملوا فلوس من البيت، واقول لكم كمان لو انتم مش حابين الشغل بتاع السوشيال ميديا وان انتوا تشتغلوا من البيت، ايه الشغل اللي ممكن تشتغلوه في خلال الفتره اللي احنا فيها دلوقتي ويدخل لكم دخل كويس قوي يقضيكم لمصاريفكم الشخصيه ومصاريف الرفاهيه بتاعتكم كمان. وعايزه اقول لكم يا جماعه ان انا النهارده هتكلم على 3 انواع من الشغل اللي هو على ارض الواقع، وشغل السوشيال ميديا، وشغل يخص الربح عبر الانترنت. طبعا اللي مش عارفني حابه اعرفكم بنفسي، انا عبير جمال ودي قناتي عبير بوبا، بقدم لكم فيها محتوى تعليمي، محتوى ترفيهي، فلوجز، خروجات، نصايح، كل حاجه ممكن تحتاجوها في حياتكم هتلاقوها في القناه بتاعتي. خشوا بقى شوفوا جوله فيها بعد ما تخلصوا الفيديو. انا رغي بقى في المقدمه كتير، حابه اقول لكم ان انتوا هيبقى فايتكم نص عمركم لو مش متابعيني على انستجرام. سايبه لكم السكرين شوت بتاع الانستجرام بتاعي هنا، كل حاجه ممكن تحتاجوها في الاسئله في الشغل اللي بينزل اول باول كل يوم هتلاقوها في الستوريز بتاعتي على انستجرام. شغل بلاقيه بنزله على يوتيوب، في حاجات بنزلها على انستجرام، فلو محتاجين اي استفسارات او اي حاجه خشوا كلموني هناك. وللاعلانات واي حد عايز يعمل اعلان لمنتج، اعلان لبيج، اعلان لموقع، كل حاجه موجوده هناك. يلا بينا بقى نبتدي فيديو النهارده بالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بما اني دايما في فيديوهاتي ببدا بشغل السوشيال ميديا، النهارده هنبدا بالنوع الاول من الشغل بتاعنا، هو الشغل اللي على ارض الواقع. طبعا انا عارفه ان في شباب كتير قوي بيتفرجوا عليا في الفيديو ده، وبنات كتير برضه بتتفرج عليا في الفيديو ده، بيبقوا صعب عليهم ان هم يشتغلوا على السوشيال ميديا، مع ان ده النوع المفضل بالنسبه لي. هنتكلم فيه في اخر الفيديو، فلو انتوا حابين تعرفوا شغل السوشيال ميديا هنتكلم عليه في اخر الفيديو. هنبدا بقى بالشغل اللي هو على ارض الواقع. ايه الشغلانات اللي ممكن اشتغلها وانا طالب، محتاجش فيها سي في، محتاجش فيها لغه، محتاجش فيها ان انا ابذل مجهود كبير قوي، والشغلانه تكون سهله وبسيطه ومفهومه وياخد عليها مرتب كويس ومجزي. اول حاجه هنتكلم عليها وهي انك انت تبدا تروح البراندات العالميه او البراندات الكبيره بدون بقى دخول في تفاصيل، زي مثلا H&M، زارا. تبدا تروح البراندات في المولات كلها، مش لازم تكون براندات بجد يا جماعه اللي هو مشهوره قوي، ممكن تكون اصلا براندات محدش يعرف عنها حاجه. تبدا ان انت تروح وتسالهم سؤال عادي جدا. يا جماعه فاصل اعلاني، انا جايه عشان خاطر اقول لكم يا جماعه ان في 3 من الكومنتس هختارهم النهارده من الفيديو ده، مجرد ما يوصل ل 1000 لايك هيكسبوا 900 جنيه. هتقولي لي 900 جنيه؟ هقول لكم كده عشان دي المسابقه بتاعت النهارده. في 3 هيكسبوا 900 جنيه عن طريق 3 شروط سهله جدا. اول حاجه ان انت تكون متابعني وتكون كاتب كومنت، وتكون اهم حاجه عامل لايك للفيديو ومتابع قناه ساعه لنفسك. هتكتب في الكومنتات تم، وهتبعت لي سكرين شوت على انستجرام، وان شاء الله تكون من الكسبانين. انك تروح تسال كل الفروع، او تبدا انك تروح تسال في البراند دي نفسها، مثلا في المول، في اي حته انت عايز تروحها، وتسالهم هل انتم محتاجين ناس يشتغلوا في المكان ولا لا. عايزه اقول لكم انا ليه اخترت لكم البراندات، لان البراندات العالميه يا جماعه دايما بتحب تشغل الشباب قوي. وتاني حاجه كمان بيفتحوا فروع جديده وهم بيبقى امكانياتهم الماديه عاليه جدا، فبيحبوا ان هم على طول اول باول يرقوا ناس ويحولوا ناس من فروع لفروع، فبيبقوا محتاجين عمال جديده. فبالتالي اضمن لك ان انت باذن الله لو دورت في البراندات هتلاقي براند تشتغل فيها. بالنسبه لشغل البراندات حلاوته ان انت ممكن تشتغل حوالي من 5 ل 8 ساعات، ويبقى مثلا يا اما شفت صباحي يا اما شفت مسائي، والموضوع بيبقى جميل وسلس، وفي نفس الوقت شغلانه سهله وبسيطه وهتتعلمها بسرعه ومش محتاجه اصلا خبره. تاني حاجه عايزه اقول لك عليها برضو ان انت ما ينفعش تحرج وما ينفعش تتكسف. انا عارفه ان في شباب كتير قوي بجد بالنسبه لها يعني الشغل بيتحرجوا ان هم يسالوا هل انتوا محتاجين ناس تشتغل، بس بجد يا جماعه الموضوع ما فيهوش احراج. انا عايزه اقول لكم انا ليا واحده صاحبتي هحكي لكم قصتها بس مش دلوقتي في اول الفيديو.
هحكي لكم هي ازاي اتحرجت ودخلت يعني في شغل كتير قوي، لغايه ما دلوقتي ما شاء الله عليها بتقبض في الشهر اكتر من 20,000 جنيه. طبعا انا مش هتكلم في تفاصيل تخصها، لان في الاول وفي الاخر يعني دي حياتها وخصوصيتها، بس انا كنوع من انواع التحفيز انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان بجد الشغل اللي على ارض الواقع زي ما في حاجات مرتباتها ضئيله، في حاجات مرتباتها عاليه جدا تقدروا تشتغلوها ومن غير كمان خبره. نخش بقى في تاني حاجه معانا، وهي ان انت لو مش هتعرف تشتغل في براندات او مش حاسس ان دي الشغلانه المفضله ليك، نخش في تاني شغلانه وهي الكول سنتر. الكول سنتر من اكتر الشغلانات اللي تقريبا بتقبل كل الطلاب، اي شخص بيقدم على كول سنتر بيتقبل فيه. ليه بقى؟ لان مبدئيا انت عندك كول سنتر عربي، عندك كول سنتر انجلش، عندك كول سنتر الماني، فرنساوي، اي لغه عندك. وطبعا مش محتاجه اعرفكم ان كل ما انتوا عندكم لغات اكتر كل ما مرتبكم هيزيد. هتقولوا لي يا عبير هنقبض مرتب كام؟ لو انت دخلت عربي فانت ممكن تقبض مرتب من 3 ل 5000 جنيه، مش مرتب وحش خالص. انت كطالب بجد المرتب ده هيقضيك كويس قوي لحياتك، لخروجاتك اليوميه، ليومك العادي. لكن كل ما هتعلى وهتبقى انجلش مثلا ممكن تقبض مرتب من 8000 ل 11 و15 كمان الف. لو انت بقى عندك لغه تانية او لغه ثالثه زي مثلا الالماني، الفرنش، الحاجات دي كلها مرتبك ممكن يزيد عن 18 و20 ألف جنيه، وده طبعا في الشهر. طيب دلوقتي يا عبير انا ازاي اشتغل كول سنتر وايه التفاصيل بتاعه الموضوع ده؟ انا دلوقتي بتكلم معاكم عن الفكره نفسها، فلو حابين تعرفوا التفاصيل بتاعه شغلانه الكول سنتر هتلاقوها على قناتي ساعه لنفسك، سايبه لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. هقول لكم ازاي تقدموا، ازاي تعرفوا كل تفاصيل الشغلانه دي، ايه المتطلبات بتاعتها، وايه الحاجات اللي محتاجين تكون عندكم قبل ما تقدموا في الشغلانه دي عشان تضمنوا ان انتوا تتقبلوا فيها. فلو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن شغلانه الكول سنتر هتلاقوا اللينك في الديسكربشن بوكس وفي اول تعليق مثبت، هتدخلوا تتفرجوا الفيديو وهتدعوا لي. نخش بقى في ثالث شغلانه على ارض الواقع وهي شغلانه المطاعم او الشيف او المساعد. طيب كل المعاني دي تحمل حاجه واحده بس، وهو ان انت برضو بتروح على المطاعم، سواء في المولات، انت مثلا لو شخص بيتكسف يروح الاماكن العاديه ممكن تروح في مولات. لو انت مش حابب انك تروح في مولات ممكن تروح عادي اي مطعم. اي مطاعم يا جماعه مشهوره مش مشهوره في الاغلب هم دايما بيختاروا السن الصغير في المطاعم بتاعتهم. ليه؟ لان هم لما يشغلوا طالب غير لما يشغلوا خريج. يعني الخريج بيطلب مرتب اعلى مع ان ده ملوش علاقه، بس في الاغلب هم بيشغلوا الناس اللي سنهم صغير عشان يدوهم مرتبات ضعيفه. هتقولوا لي طب يا عبير ازاي مرتب ضعيف وهيكفيني وكده؟ احنا دلوقتي بنتكلم على شغل احنا عايزين نشتغله شهر شهرين 3 نقبض منه مرتب كويس عشان نخش على الدراسه معانا فلوس كويسه في ايدينا بجانب المصاريف اللي اهلنا بيدوها لنا. طبعا الشغلانه بتاعه المطعم دي ممكن اصلا تاخد شيفت مثلا يكون 5 ساعات صباحي برضو او مسائي، عندك من 5 ل 8 ساعات، ده بيختلف من مكان لمكان. وبجانب ان انت لو كملت في الموضوع ممكن تترقى وتروح اماكن اعلى او تسيب المكان وتروح مكان احسن، وطبعا ده بيرجع على حسب المكان اللي اتقبلت فيه. وفي الاغلب يا جماعه انا عايزه اقول لكم ان الشغلانات اللي من النوع ده بجد بيقبلوا الطلاب وبيقبلوا الشباب جدا، ويبقى يعني بيبقى نسبه قبولهم اكتر من الناس الخريجين او الناس اللي هم سنهم كبير. نخش بقى في الشغلانه الرابعه اللي معانا، وهي اي مهاره عندك او اي حاجه بتحب تعملها تقدر تستغلها بان انت تشتغل فيها في المواسم. طيب يا عبير فهميني يعني ايه؟ يعني دلوقتي مثلا انا واحد ايدي حلوه في الاكل او بيقولوا نفسي حلو في الاكل، بعرف اطبخ، بعرف اعمل مثلا مشروبات معينه حلوه، بعرف ازين، بعرف اعمل ديكورات، بعرف اعمل شغل هاند ميد. ببدا ان انا استغل المواسم بتاعه الحاجات دي وانزل ابيع فيها. لازم يكون معايا محل يا عبير او مكان معين؟ لا خالص، انت ممكن بجد تعمل كميه من الحاجه بتاعتك وتنزل تبيعها. مثلا احنا دلوقتي في موسم مصايف، الناس كلها بجد ممكن لو رحت على شط اسكندريه كده تعمل حاجات وتروح تبيعها هناك، هتلاقي ناس كتيره جدا تشتري. ما تتكسفش، اي شغلانه يا جماعه في الدنيا او اي شخص لسه بيبدا حياته ولسه بيخش المجال بتاع الشغل بيبقى مكسوف وخايف ومتوتر وحاسس ان هو اللي هو انا ازاي بعمل كده. بس والله في يوم من الايام هتوصل وهتفتكر كل البدايات اللي انت بداتها وهتتبسط قوي. وكلنا يا جماعه بدانا بدايات كانت بالنسبه لنا مش الطف حاجه، بس في الاول في الاخر هي اللي هتوصلنا للحاجه اللي احنا
احنا عايزينها. طيب انت دلوقتي ممكن مثلا تعمل حاجات هاند ميد، او انت تكوني بتعملي حاجات هاند ميد تنزلي تبيعيها في اي مكان. لو انت في مكان زي مثلا اسكندريه، الساحل، الغردقه، شرم الشيخ، لو انت قريبه من الحتت دي انت بجد ممكن تعملي لنفسك مشروع. او لو انت عندك بيت هناك او عندك قرايب هناك ممكن تقعدي عندهم الفتره دي وتبداي ان انت تستغلي الوقت ده في انك تبيعي في الحاجات دي. طبعا بجانب ان انت برضو احنا في فتره حاليا زي ما قلنا مصايف، الكافيهات يا جماعه اللي بتبقى في الساحل، الكافيهات اللي بتبقى موجوده في اي مكان ليه علاقه بالمصايف بيبقوا محتاجين عمال كتير. احنا الفتره دي الناس كتير جدا في المصايف، فبيبقوا محتاجين اول باول يكون في عمال، ناس شغاله اكتر تخدم على الزوار بتوعهم في المصايف. فطبعا انت تقدر تستغل الموسم ده في ان انت تروح تشتغل هناك، سواء كان في مكان او انت تبدا انك تبيع حاجه خاصه بيك. نيجي بقى للجزء الاحب لقلبي وهو شغل السوشيال ميديا. طيب يا عبير، انا ممكن اشتغل ايه في السوشيال ميديا؟ انا النهارده جايه اتكلم معاكم في شغلانه من اسهل الشغلانات اللي مش محتاجه خبره. هي كل الحاجات اللي فيها يعتبر شبه معنويه، يعني مثلا انك تكون صبور، انك يكون عندك يعني طريقه في الكلام لطيفه لذيذه، تكون هادي مش عصبي، تكون بتعرف ان انت تسيس اللي قدامك. طبعا الكلام ده كله يندرج تحت شغلانه المودريتور. يعني ايه اشتغل مودريتور؟ يعني انت تبدا انك تعرض نفسك على بلوجرز، على يوتيوبرز، على بيدجات، على صفحات على فيسبوك، انستجرام. بصوا اي صفحه قدامكم، صفحه هدوم، صفحه مطعم، بيدج هدوم، بيدج مثلا ليها علاقه بمحلات. مش شرط يا جماعه، بس للمعلومه مش شرط انك تعرض الشغلانه دي على بلوجرز او يوتيوبرز زينا، لا خالص. انت ممكن تعرضها اصلا على محلات، يعني تروح المحل وتسالهم البيدج بتاعتكم محتاجين حد يمسكها لكم، انا مثلا متفرغ واقدر اشتغل لكم فيها. ممكن تطلب مرتب بسيط في الاول عشان تضمن ان هم يقبلوك. طبعا عايزه اقول لكم ان الشغلانه دي من اسهل الشغلانات، انت ممكن تشتغل بجد يعني وانت قاعد في البيت بالموبايل بتاعك، مش لازم يكون معاك لابتوب، وتاخد عليها مرتب. الشغلانه التانيه اللي عندنا وهي السيلز، وممكن تشتغل الموضوع ده عن طريق انك تسوق على السوشيال ميديا. يعني ايه يا عبير؟ يعني ابدا ان انا اعمل صفحه واسوق لمطاعم، اسوق لبراندات، اسوق لكافيهات، اسوق لاي حاجه في الدنيا بمقابل مادي. طبعا كل الحاجات دي يعتبر هتكلم معاكم بالتفصيل فيها على قناه ساعه لنفسك. هنمسك كل قسم فيه ونتكلم فيه بالتفصيل، وازاي نقدم فيه، وازاي نبدا فيه، وازاي نعمل صفحه ناجحه سواء على تيك توك او انستجرام او يوتيوب. فلو انتم مهتمين بالمحتوى ده يا ريت تخشوا تتابعوني على قناه ساعه لنفسك، وتعملوا لي فولو على انستجرام، لان انا بنزل لكم يا جماعه مواقع رهيبه تقدروا تشتغلوا منها، وبنزل لكم الشرح كمان بتاعها في الستوري بتاعه الانستجرام. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو ده. لو عندكم اي استفسار تقدروا تكتبوا لي في التعليقات وهرد على كل الكومنتس بتاعتكم. ولو حابين تتكلموا معايا في شغل شخصي ممكن تبعتوا لي على انستجرام، برد على الكل هناك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.